وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله حمدا طيبا، ونقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين إلى يوم الدين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وما زلنا في الجزء الثاني عن سلطنة أوفاة الإسلامية ودورها في نشر الإسلام في شرق أفريقيا أو في مملكة الحبشة سابقا. وهذه البلاد، بلاد الزيلع كما قلنا، توجد في القرن الإفريقي أو ما يسمى الآن بدولة جيبوتي، وطول أرضها أي أرض أوفاة برا وبحرا حوالي مسيرة شهرين، وعرضها أكثر من شهرين، إلا أن غالبها غفار غير مسكونة. طبعا عدد الناس كان قليل جدا، ومقدار العمارة مسافة 30 و40 يوما طولا في عرض 40 يوما، وتنقسم إلى 7 ممالك، ولكل مملكة من الممالك السبع ملك، وطول مملكة أوفاة 15 يوما في عرض 20 يوما، كلها عامرة بالقرى. هذه أوفاة، وهي أكبر مملكة في بلاد الطراز الإسلامي في شرق أفريقيا، وملك أوفاة يحكم على الزيلع، وهي بلاد حارة. لقد غطت مملكة أوفاة على كل سهل الزيلع وشرق شوا هذه منطقة موجودة في إثيوبيا الآن، والمنحدرات المؤدية إلى أودية هواش ما يسمى بنهر هواشة، وموجود كذلك في إثيوبيا حاليا، وإلى خليج عدن والمحيط الهندي. وبمعنى آخر فقد سيطرت على أجزاء هامة من سواحل جمهورية الصومال الشمالية والشمالية الشرقية حاليا، وجمهورية جيبوتي، وأقليم هرر في الصومال الغربي بما يسمى الآن أوغادين. هو أقليم صومالي لكنه اغتصب من الصومال عبر الحبشة أو من إثيوبيا. كما أن قبائل العفر الدناكل كانوا يسمون بالدناكل، لذلك تجد هنالك إقليم الآن سمي بعد تحرير أريتريا، سمي بإقليم جنوب البحر الأحمر، كان يسمى بإقليم دنكاليا، لوجود هذه القبائل في هذه المنطقة. ويعد ميناء عصب هو الميناء الثاني لأريتريا بعد ميناء مصوع. وحول بحيرة أوسا كان يدينون لحكامها بنوع من الولاء، وحينئذ كانت تسيطر على طرق التجارة المتجهة إلى زيلع. لذلك هذه المنطقة زيلع كان لها تاريخ، وكان لها علماء من ضمنهم عبد الله الزيلعي الذي كان موجودا في القاهرة أو في مصر، وهي الأولى من بين الممالك الإسلامية التي تتمتع بأهمية سياسية وعسكرية كبيرة. وقد وصف الرحال الطنجي أي من طنجة ابن بطوطة سنة 1331 مدينة زيلع، وذكر أنها للبربر السودان. سودان يعني سواد اللون وهكذا، ومذاهبهم شافعية، لأنه الآن غالبية هذه المناطق هم العفر ذوات اللون الأسود، لذلك سموهم السودان. وبلاد صحراء مسيرة شهرين، أولها زيلع
وآخرها مغديشو. هذا ابن بطوطة حينما جاء هذه المنطقة ذكر هذا في كتابه تحفة النظار، فوصفها بأنها مدينة للبربر السودان، والبربر هم البدو، يقصد البدو، ومذاهبهم شافعية، وبلادهم صحراء مسيرة شهرين، أولاها زيلع وآخرها مغديشو، ومواشيهم الجمال، ولهم أغنام مشهورة. طبعا الآن الصومال يعرفون بكثرة الجمال عندهم، الإبل. وهنالك إشارة أخرى أوردها الجغرافي المشهور بالدمشقي أكثر تفصيلا للمناطق الساحلية، إذ سمى كل منطقة باسم سكانها، وأطلق على خليج عدن اسم بحيرة بربرة، بحيرة بربرة، وما زالت الآن تسمى هذه المنطقة ببراوة. وأشار إلى بلاد الحبشة وأرض باضع هي مصوع، لأن سميت بباضع لأن كان تنزل عليها البضائع، وهي كانت ميناء قديمة، وهي أصل مصوع، هي أصل إريتريا في ذلك الزمان. وأرض أوتيل، ويقصد بأرض جبرة بلاد مملكة أوفات، جبرة الإسلامية بلاد مملكة أوفات، كما أن اسم أوتيل تحريف اسم عدل أو أدال أو أدل صومالية. وهكذا تدفقت الهجرات العربية الإسلامية إلى هذه المناطق الداخلية في سهول زيلع، وهدبت هرر ومنحدرات شوى في ما يسمى الآن بالهضبة الإثيوبية، وإقليم وادي الصدع الكبير، وبالي وسيدامو، وامتزجوا بالوطنيين هؤلاء العرب. فتجد في بلاد الحبشة أو ما يسمى الآن إثيوبيا هنالك شعوب مرتبطة بالعرب. وأخذت الأسلحة تنتشر تدريجيا حتى تأسست ممالك إسلامية في تلك البقعة، وأقدمها مملكة شوى. هذه المملكة بدأت أو أنشئت أو تأسست سنة عام 283 هجرية. هي أقدم من أوفات بزعامة أسرة عربية مخزومية كما ذكرنا، هذه القبيلة التي ينتمي إليها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قامت بعد ذلك عدة مشيخات إسلامية في المناطق الداخلية والساحلية، منها سلطنة عدل ومورا وهوبات وجيدايا، إلا أنها لم تعمر طويلا نظرا للخلافات فيما بينها، وسرعان ما طوتها إحدى أقوى المملكات الإسلامية في القرن الإفريقي، هو مملكة أوفات الإسلامية التي كانت في العصور الوسطى. وقد أسس مملكة أوفات قوم من قريش بني عبد الدار، فمنهم من يقول هم من بني عبد الدار، ومنهم من يقول إنهم من بني هاشم، ثم من ولد عقيل بن أبي طالب. كما ذكرنا قدم أولهم من الحجاز، ونزلوا أرض جبرة التي اشتهرت بجبرة، وهي مملكة جبرة، وينتمي إليها عبد الرحمن الجبرتي ذلك المؤرخ الإسلامي. وهم في أراضي الزيلع، واستوطنوا بها وأقاموا بمملكة أوفات، وعرف جماعة منهم بالخير واشتهروا بالصلاح، إلى أن كان منهم عمر والشمع حكم هذا مدينة أوفات وأعمالها لمدة طويلة. هذا من الحكام الذي حكم مملكة أوفات عمر والشمع، هو عربي، سواء كان من بني عبد الدار أو من بني هاشم أو من ولد عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه. وصارت له بها شوكة قوية حتى مات، وترك 4 أولاد أو 5 ملكوا وفاة من بعده، واحد منهم
بزوا، ومنهم حق الدين الأول حتى كان آخرهم صبر الدين محمد الذي ملك وفاة سنة 700 هجرية الموافق 1300 ميلادية، وطالت مدتهم. وإذا كانت المصادر قد أجمعت على أن عمر والشمع هو مؤسس مملكة أوفات، إلا أن تاريخ تأسيسها يكتنفه الغموض، كما لأنه لا توجد هنالك مصادر قوية. هذه المنطقة قصدت من قبل أعداء الإسلام لأنها كان فيها كما ذكرنا بلاد الطراز الإسلامي، إلا أن تاريخ تأسيسها يكتنفه الغموض. فعلى حسب رواية المقريزي، برضه هو كاتب، يقول حكم عمر وفاة مدة طويلة ثم خلفه أبناؤه الأربعة والخمس حتى آلت السلطنة إلى آخرهم. صبر الدين محمد هذا من أبناء عمر والشمع هو أول سلطان أوفات. ومن هنا يرجح أن تأسيس هذه المملكة يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، وتشير الرواية إلى أن نسبه يصل إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، إلا أن هذا الادعاء لم يسلم من نقد المؤرخين الذين ذكروا أنهم مثل كثير من الأسر الإسلامية التي حكمت بلادا إسلامية ادعت نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حبا له، ومنهم من أثبت نسبه إلى الهاشميين، وأما كثير منهم من يدعي إنه هو من آل البيت وكذا، أو النسب القريشي أو الأصول العربية عامة. ومهما يكن من أمر، فقد شرع عمرو والشمع في توسيع نفوذ مملكته على حساب ممالك ومشايخ إسلامية في المنطقة، ويبدو أنه بدأ توسعه على حساب مملكة شوى الإسلامية التي كانت قبل أوفات، ثم أرسل حملات متعددة بعد ذلك إلى جدايا وعدل ومورة وهوبات وزنجبار. زنجبار موجودة في كينيا الآن. وتمكن من إخضاعها جميعا، ثم امتد نفوذ هذه المملكة إلى شواطئ النيل الأزرق، وامتد قربا إلى نهر أونكو، وكما بسطت أوفات نفوذها شرقا إلى ساحل البحر الأحمر في منطقة الزيلع وسهل أوسا. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير مشاهدي الأعزاء، ومواصلة لما انقطع عن حديث عن السلطنة الإسلامية، وهي إحدى سلطنات بلاد الطراز الإسلامي، وهي أكبر سلطنات إسلامية في شرق إفريقيا، وهي أوفات. وذكرنا أن هذه السلطنة توسعت نفوذها على حساب ممالك ومشايخ إسلامية في المنطقة، ويبدو أنه بدأ توسعه، يعني عمرو والشمع وهو أول سلطان لهذه المنطقة على حساب مملكة شوى، وامتد قربا إلى أقليم نهر أونكا. وقد بسطت أوفات أي سلطنة أوفات نفوذها شرقا إلى ساحل البحر الأحمر في منطقة الزيلع وسهل أوسا، فقد وصلت سيطرتها جنوبا إلى شبه جزيرة حافون في المحيط الهندي، وبالتالي أصبحت مملكة أوفات تتحكم في مساحة واسعة من أراضي متنوعة الموارد، وسيطرت على كثير من الطرق التجارية البحرية منها والبرية، فأصبح لها مركز الزعامة والصدارة على جميع الممالك التي قامت في المنطقة. وفي ظل هذا المركز السياسي والديني
والاقتصادي، حفل تاريخ هذه المملكة الإسلامية بالصراع من أجل البقاء ونشر الدين الإسلامي بين سكان منطقة. كان صراع بين المسلمين ونصارى الحبشة في هذه المنطقة، صراعا مستمرا حتى الآن، وبين سكان منطقة القرن الإفريقي، ذلك أنه ما كاد يكتمل نموها وقوتها حتى خاضت غمار حروب طال أمدها، استنزفت كثير من مواردها وأضحت شغلها الشاغل، ودمرت كثير من المدن والقرى والمساجد ودور العبادة الأخرى. هؤلاء الأحباش النصارى دمروا هذه القرى والمدن والمساجد للمسلمين. وقد أضعفت هذه الحروب نشاط مملكة أوفات الثقافي والحضاري، ومن جهة أخرى توقف نشاط الدعوة من أجل نشر الإسلام وحضارته وثقافته وبقائه في منطقة القرن الإفريقي، وذلك بسبب الصراع الدموي بين المسلمين والنصارى في تلك البقعة الإفريقية. ومع ذلك فإن مملكة أوفات الإسلامية ظلت على جانب كبير من القوة والعظمة منذ أيام مؤسسها عمر والشمع، نظرا إلى سيطرتها على منطقة استراتيجية مهمة واسعة. ويقال أنها خضعت فترة من الزمن لمملكة داموت الوثنية التي حكمت الجزء الجنوبي الشرقي لهضبة شوا، وإلا أن هذا الخضوع لم يدم طويلا، فسرعان ما تمكن عمر والشمع في بداية تأسيس دولته على القضاء عليها وضمها إلى مملكته. هكذا كان الصراع بين المسلمين والنصارى في هذه المنطقة، وما زال حتى الآن صراع عقدي ديني بين المسلمين والنصارى في ما يسمى الآن ببلاد إثيوبيا وإريتريا وغيرها. ويعد حق الدين محمد الثاني المؤسس الثاني لمملكة أوفات، وولد أو حفيد والشمع، واستمر حكمه لمدة 10 سنوات، وتولى السلطنة بعده أخوه السلطان سعد الدين أبو البركات، وسمي بحر الأحمر ببحر سعد الدين نسبة لسعد الدين أبو البركات. اتسعت المملكة وازدهرت في عهده وكثرت عساكرها، وذلك لما اتصف به من الحنكة السياسية وحسن تدبير أمور المملكة. وفتح كثيرا من البلاد مثل بلاد زالان وبالي وأمحرة، وروعت أعماله وجهاده مملكة الحبشة النصرانية. وعلى أن مملكة أوفات الإسلامية أن تسلم مما كان يحدث في غيرها من الممالك من تنافس بين الأمراء وحروب على السلطة، كما أنها كانت مطمعا لكثير. لذلك أعداء الإسلام يدخلون من هذا الجانب، الصراع بين أهل المنطقة والصراع بين المسلمين خاصة في السلطة. فهذه ثغرة من الثغور التي يدخل بها أعداء الإسلام لتدمير الدولة الإسلامية. فكما أنها كانت مطمعا لكثير من ملوك الحبشة النصرانيين فشنوا عليها الغارات، إلا أنها صمدت وخاضت الحروب والمعارك العديدة صونا للعقيدة الإسلامية، ويدل بقاؤها على مسرح الحوادث وخوضها لحروب الجهاد. النصف الثاني من القرن العاشر للهجرة، النصف الثاني من القرن السادس عشر، كانت هنالك حركة جهادية التي قام بها أحمد ابن إبراهيم، وعلى أنها كانت على جانب كبير من القوة التي مكنتها من المحافظة على استقلالها طول تلك الفترة. وكان شهاب الدين بن سعد الدين أبي البركات من ملوك تلك الفترة في أوفات، وممن ساروا في طريق الجهاد وتوسيع نطاق نفوذ المملكة ونشر العدالة في ربوعها، كما تطلع إلى استعادة الممالك الإسلامية التي وقعت في أيدي النصارى الأحباش، فتمكن من استعادة مملكة هدية وبالي التي احتلتها الحبشة أو
النصارى الأحباش أو ما يسمى بدولة أكسوم. ونعم، وقد أظهر أبناؤه من بعده حزما وبذلوا مجهودات جبارة لإعادة فتح البلاد والتوقل إلى داخل مملكة الحبشة النصرانية نفسها، واسترجاع مملكة أسلافهم وأعادوا الأمن والاستقرار إلى ممالك بالي وهدية ودوارة التي نجحوا في استعادتها من ملك الحبشة النصراني، فازدهرت مملكتهم في القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر الميلادي، وذلك سيطرتهم على الموانئ المشهورة، موانئ زيلع وبربرة وتاجوراء، كما سيطروا على منطقة هرر الغنية بمحاصيلها الزراعية، فضلا على الطرق التجارية من وإلى مدينة هرر التي تقع على رأس مثلث قاعدته زيلع وبربرة. وكان ازدهار مملكة أوفات التجاري نتيجة لازدهارها السياسي وموقعها على البحر الأحمر ومحيط الهندي، وبعدها عن مركز القوى التي تسيطر عليه الحبشة النصرانية على الهضبة الإثيوبية، ما يسمى دولة الأكسوم. أكسوم أو الآن ما تسمى بإقليم تجراي في أحد أقاليم دولة إثيوبيا الحديثة. فانتظمت طرق القوافل التجارية بين الساحل والظهير الغاري، فضلا عن انتظام التجارة الخارجية، وازداد انتشار الإسلام في المنطقة بازدياد قوته السياسية متمثلة في مملكة أوفات الإسلامية. ويذكر الفارس مرافق رحلة البرتقال، هذا كاتب كان يرافق رحلة البرتقال إلى الحبشة سنة 1520 إلى 1526، لأن مملكة أوفات كانت ممتدة الأرجاء وتسيطر على الأراضي التي تطل على رأس قرن أفريقيا، رأس جاردافو، كما كانت تمتلك زيلع وبربرة، وأنها كانت لهذه المملكة علاقات وطيدة وقديمة مع السلاطين والملوك الإسلامية، وخاصة في اليمن ومصر، وكذلك أشراف مكة، وكان هنالك الحكام يرسلون إليهم الأسلحة والخيول لمعاونتهم في حروبهم ضد أباطرة الأحباش. ومنذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ظهر في أوفات أمراء متحمسون للإسلام ونشر العقيدة الإسلامية يساعدهم الفقهاء والعلماء، وقد نقل السلطان أبو بكر بن محمد عاصمة السلطنة إلى مدينة هرر سنة 928 هجرية الموافق 1512 ميلادي، وذلك لأسباب محلية وعالمية. ومنذ ذلك الحين تظهر أهمية مدينة هرر إلى الآن، منطقة علمية فيها علماء، لذلك يسمى الشيخ فلان الهرري نسبة لهذه المنطقة التي كانت فيها الثقافة الإسلامية والعلوم الدينية، التي برزت فيها قوة المسلمين فاتسعت رقعة المملكة وضمت إلى أملاكها نحو 3/4 مملكة الحبشة. بعد جهاد كبير ضمت 3/4 مملكة الحبشة، وصارت الحبشة محاصرة في هضبة الإثيوبية أو ما يسمى الآن بمنطقة تجراي، وقبله كانت تسمى بدولة أكسوم الحبشية، فضلا على جميع مناطق ممالك المسلمين في القرن الإفريقي. وانهارت قوى الأحباش التي التزمت جانب الدفاع، وقد واجهت مملكة أوفات الإسلامية منذ قيامها مشاكل عديدة، من أهمها تلك التي جاءتها من الحبشة النصرانية، وكانت الديانات السماوية ليست ديانات إسلامية إنما شرائع. إن الدين هو الدين الإسلامي، الإسلام هو الدين الوحيد
أما اليهودية والنصرانية وغير هذه شرائع سماوية، والإسلام تعيش جنبا إلى جنب. يعني هؤلاء الناس كانوا يعيشون كما قلت، لا يجبر النصراني أن يدخل كرها إلى الإسلام وهكذا، إلا أن يدخل بقناعة وكذا يعني، أو بما يسمى بجهاد الدفع. فتركز النصرانية واليهودية على المرتفعات، ويتركز الإسلام في المنخفضات الشمالية والشرقية والجنوبية. إلى الآن نجد النصارى في إريتريا، في إثيوبيا، في مناطق المرتفعات. ومنذ أن عادت الأسرة السليمانية نسبة لسيدنا سليمان عليه السلام إلى عرش الحبشة، طبعا انتماء خاطئ، وتحرك مركز المسيحية نحو أمهرة أو أمحرة في الجنوب. تطلعت هذه الأسرة إلى السيطرة على مملكة أوفات، لأن أوفات كانت تسيطر على بلاد واسعة ذات إمكانات هائلة، كما تسيطر على طرق التجارة بحزم. هذا بالإضافة إلى أن أوفات كانت تمتلك جيشا قويا وتنظيما إداريا محليا، كانت دولة قوية هذه سلطنة أوفات. وهذا مجد راح مجدنا من أمجاد المسلمين في هذه المنطقة. فاستطاعت أوفات بهذه القدرات الهائلة أن تجابه الحبشة النصرانية التي تحاول القضاء على هذه المملكة الإسلامية العظيمة. وهذا وحده عمق الصراع الطويل بين المملكتين الذي امتد إلى بعد العصور الحديثة، مما يثبت دون شك أن المنطقة صارت مسرحا لحروب صليبية واسعة النطاق، امتدت أسبابها من قوى عالمية خارج الحبشة لها أهدافها المحلية والعالمية، مخفية حين ومعلنة حين آخر، تدفع الحبشة نحو التحامها بمملكة أوفات التي تخضعها ويتسنى لها السيطرة على منافذ البحر الأحمر. مشاهدي الأعزاء، إلى حلقة جديدة بإذن الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.